كرة القدم في العالم هي لعبة شعبية من زمان، لعبة شعبية كان يبغيها الكبير قبل الصغير. وفي عام 1946 في عز الاستعمار تجمعوا شرفاء باش يفكروا في طرق جديدة وسليمة يوصلوا بها صوت المواطن المغربي. طوندونس ذاك الوقت كان هو تأسيس ديال الفراقي كرة، ومن هنا جات الفكرة ديال تأسيس نادي سميتو الجمعية المغربية. تسمى بهذا الاسم ماشي اعتباطا، تسمى حيت النادي ماشي ديال المواطن الفاسي فقط، انما ديال المواطن المغربي، المواطن اللي كان حلمه الحرية وغايته ان بلادو تولي ملكو تاني. وهنا كانت الماس طريقة من الطرق باش نوصلوا لأسمى غاية عند أي مغربي حر اللي هي الحرية. اللي أسسوا الجمعية المغربية كانوا كيتخيلوا أنهم غادي يأسسوا كيان اللي غادي يبقى شانو عالي. من 1946 ل 2024 سنين وسنين، وباقي هاد الجمعية كيتجمع كل حر غيور ومحب للوطن على حبها، وكيتجمع كل فاسي على عشق ألوانها اللي واخا تبدلوا مع الوقت بقات هويتها وحده. الألوان اللي بداو بلون الوطن الأحمر والأخضر، من بعد ولاو في الأزرق، ومن بعد وحيت حنا فريق سبيسيال اختارينا لون سبيسيال الا وهو الأصفر والكحل. صفرة وكحلة ألوانها ماشي كيف العباد، سسوها رجال وسموها باسم البلاد. الماس دازوا فيها ناس جداد وأساطير شهدات بهم البلاد. تاريخ 16 أكتوبر ماشي تاريخ عادي، تاريخ فيه رمزية كبيرة عند أي فاسي، حيث ببساطة هنا تخلقت الحاجة الوحيدة اللي تقدر تجمع طبيب مهندس عامل في نفس المكان اللي هو التيران. تاريخ اللي شهد على أفراحنا ومسراتنا، وشهد حتى على انهزاماتنا وانكساراتنا، واللي ماشي مفهوم هو أن هاد جوج أمور تالية زادت علاقتنا بالماس. الجمعية المغربية علاقة اللي ما بنيناهاش على أساس نتائج، إنما على أساس ارتباط ديال الرمزية. هاد الفرقة اللي كلنا كنعتبروها أكثر من متنفس، إنما كنعتبروها روح نعيشوا بها، وكنحاربوا علشانها، وكنديروا كل شيء باش نعليو شانها. هاد الشان العالي عمرو يطيح. وهذا العلام العالي واللي كان وباقي غيبقى عالي، علام اللي اليوم كمل 78 سنة، أمجاد، بطولات، بالماريس، عشق، حب كبير. هادشي كله تجمع في كيان واحد. علاقتنا ما منحصرش في التيران فقط، بل هو حب نهار على نهار كيزيد يكبر، نهار بعد نهار كيولي أعمق. حب كيتزاد في أي واحد زاد في هاد المدينة ولا عنده ارتباط بها. ذكرى تأسيس سعيدة لكل عشاق الغالية. صار